الحمد لله بقضاء الله وقدره. اكيد عدم تاهلنا امبارح لنهائي كاس العالم للانديه محزن ومؤلم جدا للجمهور. شاركنا في البطوله بصفتنا بطل افريقيا، وعشان تكون بطل افريقيا ومحقق كل الارقام القياسيه وتكون باسمك، فالتقييم بتاعك هيكون من جمهور الاهلي صعب جدا. احنا دايما واخدين على الفوز، التعادل بالنسبه لنا كارثه، الخساره ام الكوارث وام المصايب. فجمهور الاهلي، اي حد يا جمهور الاهلي يتمنى يحقق نص انجازاتك في افريقيا، نص بطولاتك في افريقيا. مفيش فريق اصلا جاب الرقم ده بتاعك. ف شاركت انت في البطولة بصفتك بطل افريقيا، قابلت اتحاد جدة والكل كان مستني ان انت تتهزم عشان يقول ان هو طبعا الاندية السعودية متفوقة على الاندية المصرية اللي بيقودها الاهلي لوحده. الكل كان مستني المباراة ديت. الاهلي اخرس كل الالسنة وقطعها، الاهلي اكتسح اتحاد جدة على ارضه وسط جمهوره ب3-1 مع الرأفة. الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، الاهلي اثبت ان هو فعلا كبير افريقيا، كبير العرب، افضل نادي في الشرق الاوسط. اتحاد جده كان مدجج بالنجوم العالميين، لكن كل ده الاهلي يعني قضى عليه. وتقدر تقول الاهلي خلاهم يطلقوا صفارات الانذار وصفارات الاستغاثه قدامه. رحنا نلعب في نصف نهائي كاس العالم للانديه، حاولنا محاولات كتير قبل المباراه بتاعه امبارح، لكن كان دايما الحظ واقف قدامنا. دايما ربنا ما كانش كاتب لنا الفوز والانتصار. لعبنا انترناسيونال البرازيل، خسرنا في نصف النهائي 2-1، لكن الفريق ده حقق البطولة. رحنا لعبنا قدام بايرن ميونخ، برضه حقق البطولة وكان أفضل فريق في أوروبا ومكتسح كل الأندية بالسبعة والثمانية. يعني تقدر تقول ربنا لطف وخسرنا 2-0. رحنا لعبنا السنة اللي فاتت قدام ريال مدريد، برضو خسرنا 2-1 لحد الدقيقة 90. مجمل المباراة خسرنا 4-1، لكن قدمنا مباراة كبيرة جدا، ضيعنا كمية فرص زي مباراة امبارح ما بتضيعش من أي نادي. لعبنا امبارح قدام فلومينينسي امبارح لحد الدقيقة 25 من الشوط الثاني، احنا كفة لينا نكسب، ناقص بس التوفيق بتاع ربنا. كمية الفرص اللي اتيحت لحسين الشحات وكهربا، طبعا الفرصة بتاع الكهربا ديت يعني لو اتعادت 50 مرة مش هيحطها في ايد الجون. كذلك بيرسي تاو برضه مش هيحطها في ايد الجون. لكن تقدر تقول ربنا مش كاتب لنا الفوز، ربنا مش رايدها لنا. طبعا كل ده حصل لحد ما لبسنا ضربة الجزاء الاونطة بتاعت مارسيلو، او تقدر تقول الحكم ما صدق مارسيلو وقع حسب ضربة جزاء. لكن بمستوى حكم ان انت تحسب ضربة جزاء بالوضع ده، عندك مثلا كورتين لكهربا، يعني واحد داخل شايط الكوره وشايط كهربا قبل ما يشوط الكوره، شايط كهربا ودايس على رجله. وعندك كوره بتاعت محمد عبد المنعم اللي مشدود فيها في الضربه الركنيه، فكل ده ما بيتحسبش بحكم ده، والفار طبعا مش شايف. لكن تقدر تقول ان الفرق الاوروبيه يعني ايه بيظبطوها، يعني بيقدروا ان هم بيظبطوها كويس جدا يعني. فالحكم بتاع امبارح كان مظلم ظالم جدا للاهلي. الاهلي امبارح خسرنا تقدر تقول بايدينا قبل ما نخسر طبعا بقرارات الحكم، ان احنا ضيعنا الشوط الاول كله بدون ما احنا نسجل هدف، وكذلك بدايه الشوط الثاني اللي تراجعنا فيه شويه بدنيا، نتيجه طبعا ان احنا قعدنا يومين بس راحه. وطبعا بطل ليبتادورس جاي طبعا مرتاح. نقدر نقول لازم نتعلم من دروس مباراة امبارح، ان احنا كان لازم يكون معانا مهاجم شرس جدا، كان لازم يكون معانا مهاجم موفق جدا، او كان لابد ان احنا يكون موجود حد بينافس كهربا ويستغل انصاف الفرص بتاعه امبارح ديت. جبنا موديست ما استفدناش بيه بحاجه. هنعطي حسن النيه للناس اللي بتختار، لانه اختاروا مثلا كولر، وكولر مدرب عظيم، هي نفس الاداره اللي جابت كولر، فان انت تجيب موديست اكيد ما انتش موفق. لكن لازم تشوف عين تانية بتختار. لازم تكون يعني معاك ناس تانية بتقول يعني بتشاور وتتابع. لكن نقدر نقول في الاخير الاهلي داخل على فتره تدعيمات يناير، صحح اخطائك يا اهلي عشان تقدر تحقق السوبر اللي جاي ان شاء الله. السوبر المصري تقدر تحقق طبعا بطولة افريقيا وهي الاهم بالنسبة لك دلوقتي، وتحقق برضه البطولات كاس مصر المتبقية، الحاجات ديت اللي متبقية كلها. نتمنى ان شاء الله ادارة الاهلي آه، يعني تسعى بقوة جدا لتدعيمات قوية بلاعيبة بمتوسط اعمار حلو. اللعيب المتخاذل اللي احنا ما استفدناش بيه من بداية الموسم يمشي عشان ما يبوظش بقية الفرقة. اللعيبة أدت اللي عليها. احنا طبعا داخلين مباراة التانية، مباراة تحديد المراكز الثالث، مباراة هتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا. مش عايزين نضيع البرونزية، عايزين نكون موجودين وسط الثلاثة الكبار في كأس العالم ده. حققنا البرونزية 3 مرات قبل كده، أكيد ما حققناش أعلى منها، لكن زي ما بنقول إن أنت تكون موجود دايما في الميداليات الثلاثة اللي بتوزع، ده أمر عظيم جدا. ولما تحقق بطولة فيهم كل سنة أكيد
بيكون رقم موجود بالنسبة لك. نتمنى إن شاء الله لعيبة الأهلي زي ما أسعدتنا في مباراة اتحاد جدة، ومباراة امبارح برضو أسعدتنا، لكن في النهاية كانت مؤلمة بالنسبة لنا. نتمنى إن هي إن شاء الله تسعدنا. في الأغلب هنلاعب فريق ياباني، فنتمنى إن شاء الله نكون موفقين في المباراة ديت، وهيكون عندنا يوم راحة أكتر. فنتمنى إن شاء الله نحقق البرونزية السنة دي. نتمنى ان شاء الله نبني عليها ولعبتنا تفوق. احنا دخلنا البطوله كان عندنا كميه تعادلات ما حدش كان راضي عليها خالص. لعيبه الجمهور ما كانش حابب خالص، لكن تقدر تقول كولر كانت شخصيته حلوه جدا في مباراه اتحاد جده، وكان فايق ورايق ومذاكر كويس جدا. مباراه امبارح كمان كان مذاكر كويس، وان هو يحط اكرم توفيق في نص الملعب في مباراه زي كده، فاكيد قبل المباراه كان حاطط سيناريوهات كتير، وحاطط في دماغه ان هو يعني يحط يعني تشكيله المراكز دي والتوليفه، وان هو يبدا باحمد نبيل كوكا في مباراه اتحاد جده. كان مذاكر كويس، وكان عنده فتره ان هو يقدر يذاكر كويس فيها، وفي الاخير اعطانا رتم حلو جدا للاهلي وتشكيل حلو جدا للاهلي. ربنا يوفق الاهلي في مباراه البرونزيه. ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله فيما بعد البرونزيه، ان احنا نبني عليها كويس جدا في انتقالات يناير. والاداره باذن الله باذن الله تكون بتصحح الاخطاء، بتحاول ان هي توفر بقى مهاجم كويس، وتجيب لكولر ادوات كتير جدا مفيده بالنسبه له، بحيث ان احنا نستفيد من كولر، لان احنا عندنا مدرب كبير جدا، عندنا مدرب فظيع، مدرب احنا من زمان جدا ما جبناش شخصيه وبنفس شخصيتنا، احنا دايما عايزين فوز. والراجل بصراحه يعني الفريق في تحسن كبير جدا في خلال السنتين اللي احنا بنلعب فيهم دول. فنتمنى ان شاء الله نتدارك الدروس بتاعه المونديال ونصححها في انتقالات يناير، ونبني عليها عشان نكون بنشارك السنه الجايه في اي بطوله، او السنه دي بنكتسح فيها ونفضل مكتسحين، وجمهور الاهلي دايما يفرح الفتره الجايه. خسرنا بطولتين، اللي هي بطوله السوبر وبطوله دوري السوبر الافريقي. ما كناش حابين نخسرهم، فبالتالي زي ما بنقول مش عايزين نخسر بطولات تانية، عايزين نبقى موجود على منصات التتويج السنة دي، بقى الدوري والكاس، وزي ما قلنا دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري. هنلاعب فرق برضه يعني ما هتبقى حاطة غل إن هي عايزة تكسب الأهلي. فنتمنى إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله لعيبة الأهلي ما تضيعش الفرصة دي من إيديها. لعيبة الأهلي يكونوا ابطال في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله في تحديد المراكز، ويحققوا المركز ده، يبسطونا في نهايه البطوله باذن الله. السنه اللي فاتت خسرنا قدام فلامينجو 4-2 بعد طبعا فرصه برضه لمحمد شريف كان رايح انفراد اهدرناها، لبسنا كارت احمر بخالد عبد الفتاح، ومباراه اتحولت طبعا ليهم، وقدروا ان هم في الاخير يفوزوا علينا ويحققوا البرونزيه. زي ما قلنا الخساره بتاعت امبارح مؤلمه ومحزنه، لكن الدروس مهمه جدا نستفيد بيها، وفي نفس الوقت احنا ابطال، ما نبقاش زعلانين. نحكم كويس جدا، نبني على الفتره اللي احنا استفدنا بيها وكسبنا فيها في مباراه المونديال. ان شاء الله القادم افضل للاهلي باذن الله، القادم افضل للاهلي، واكيد ربنا عين لنا الاحسن الفتره الجايه.